بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، باذن حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ثواب. فضل وليس امرا نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. احمد شوبير، الكابتن احمد شوبير بيقسم بالله ان امام عاشور لم يطلب من اداره النادي الاهلي 70 مليون و80 مليون و90 مليون، مفيش الكلام ده. وان هو يعني حابب يستمر في النادي الاهلي وحابب يكمل في النادي الاهلي، وان هو شايف الاستقرار وشايف يعني النادي الاهلي متوفر كل شيء والدنيا تمام والدنيا جميله، وان هو يعني عاش فتره صعبه في الاحتراف ومعرفش يتاقلم، وان هو مش بيفكر في الاحتراف مره تانية، وحابب ان هو يكمل في النادي الاهلي. لنرى طبعا امام عاشور الاستوريات بتاعته على الانستجرام طبعا، مش عارف يتصور مثلا هو في الملعب، يتصور هو في التدريب وينزل طبعا النسر ومش عارف ايه. طب كل الكلام ده جميل، ولكن تشوف التصريحات اللي نزلها او اللي قالها طبعا ادم وطني، تقول طب ازاي؟ طيب مستحيل ادم وطني ده يطلع يتكلم في حاجه او يقول اي حاجه بدون علم امام عاشور. يعني مش هيخرج يتكلم في الاعلام او يدل او يعني يتكلم في تصريح او يقول تصريح على لسان امام عاشور الا باذن امام عاشور، الا لو كان الكلام ده متفق عليه بين الطرفين. فانا مش عارف يعني امام عاشور هيبطل الكلام ده امتى، هيبطل المواضيع دي لحد امتى؟ يعني لحد امتى المواضيع دي هتفضل شغاله؟ فانا قلت وجهه نظري، انا قلت وجهه نظري امام عاشور يتم بيعه الانتقالات دي. امام عاشور مش هنسكت ومش هنخلص من الصداع ده عامل لنا صداع في دماغنا، واحنا ما دماغنا مش ناقصه، احنا دماغنا مش ناقصه. احنا كجماهير اهلي ما بنحبش الصداع، ما بنحبش الصداع، ما عندناش احنا خلق بقى للكلام ده. فانا وجهة نظري امام عاشور يتم بيعه، جيب عرض مناسب يا امام ومع مع 60,000 سلامه. انت غلطان في العنوان، مع احترامي لجماهير نادي الزمالك، احنا مش جماهير نادي الزمالك، احنا مش بنعظم حد، والعظمه لله وحده، ومش بنكبر حد، ومش بنعمل ايه بقى، ومش بنعمل تماثيل للعيبه. لا، مفيش الكلام ده، مش عندنا، مش عندنا. هتبقى كويس في الملعب وهتحط الاهلي فوق راسك، انت حبيبنا وكل حاجه، انما لا هتماطل بقى وهنشوف شغل العوق ده، مش هينفع معانا. الكلام ده مش هينفع معانا يا امام يا عاشور. انا بكلمك بقى واحد من جمهور النادي الاهلي، الكلام ده مش هينفع. هتمشي مظبوط تمام كمل في النادي الاهلي، انما شغل اللي انت بتعمله ده لا، مش هينفع معانا، مش هينفع معانا. احنا يعني باذن ربنا قادرين نخليكم ما تشوفش في الملعب، فبلاش الكلام